المحكمة التجارية بالدار البيضاء وجات ضربة موجعة لاتصالات المغرب. اتصالات المغرب غادي يدخل الزبالة ديال الفلوس لشركة وانا، الغرامة كتقدر بالملايين ديال الدولارات. ملايير مماليرة غادي تخرج اتصالات المغرب من جيبها وغادي تحطها فوق طبلة شركة وانا، الشركة اللي كتملك انوي. الحكم اللي تصدر ضد اتصالات المغرب لصالح وانا كيطرح بزاف ديال الاسئله على مستقبل الشركه وعلى مستقبل المنافسه في السوق ديال الاتصالات في المغرب. والسؤال اللي كيطرح نفسه هو علاش شركه اتصالات المغرب غادي تخلص هاد الفلوس كامله؟ شنو هي الممارسات اللي دارتها اتصالات المغرب وخلات القضاء يحكم ضدها؟ وكيفاش هاد الغرامه غادي تاثر على مستقبل الشركه؟ واهم حاجه شنو غادي يستافد الزبون من هاد النزاع اللي وقع بين وانا وشركه اتصالات المغرب؟ وشنو هي التاثيرات ديال هاد الغرامه على شركه اتصالات المغرب؟ هاد الاسئله كامله غادي نجاوبوا عليها وغادي نعرفوا الحقيقه الكامله. ولكن قبل ما نبداو ما تبخلش علينا بالدعم ديالك، خلي لايك وشي تعليق ودير متابعه للصفحه. ولكن انت كتفرج في فيسبوك ما تنساش دوز عندي اليوتيوب، راه بديت واحد القناه جديده تما وغادي نبقى نحط فيها محتوى ما دايرش في المغرب، محتوى واعر وغادي يعجبك. ما تنساش تدخل اليوتيوب ودير ابوني وتخلي لي شي تعليق تمايا باش نعرف بلي جيتي من فيسبوك. من شحال هادي وقع واحد النزاع بين شركه اتصالات المغرب وشركه وانا، الشركه اللي كتملك انوي. هذا النزاع ديال تكسير العظام بدا من مده طويله. مجموعه وانا كانت كتشكل من الممارسات اللي كتعتبرها مخله بشروط المنافسه وكتقول بلي اتصالات المغرب كتهيمن على سوق الاتصالات المغربيه بطرق غير قانونيه، وهذا النزاع وصلوا من المحاكم. شركه وانا ضعت اتصالات المغرب سنه 2021 وفي النهايه حكمت المحكمه التجاريه بالرباط في يناير الماضي ضد اتصالات المغرب وزمتها باش تادي غرامه ماليه لصالح وانا. هذه الغرامه جات كعقاب لشركه اتصالات المغرب بسبب استغلالها في الشركه الوضعيه المهيمنه ديالها على السوق. الوكاله الوطنيه لتقنين المواصلات ديجا سبق لها وفرضت على اتصالات المغرب غرامه كتقدر ب 3.3 مليار درهم بسبب نفس السلوك اللي كيعتبروه استغلال تعسفي، بمعنى ان الشركه ديال اتصالات المغرب كانت كتستغل المكانه الكبيره ديالها في السوق باش تمنع المنافسين باش ينافسوها، بحال مثلا وانا كتمنعهم من توسع وتقديم خدمات تنافسيه كانت كتضيق عليهم الخناق. الشركه ديال اتصالات المغرب دارت استئناف الحكم في المحكمه التجاريه بالدار البيضاء، لعل وعسى المحكمه دير اعاده النظر وتنقص من الغرامه، ولكن وقع العكس. محكمه الاستئناف اكدت الحكم الصادر في المحكمه التجاريه بالرباط وفرضت على اتصالات المغرب باش تخلص مبلغ 6.4 مليار درهم من شركه وانا، الشركه اللي كتملك انو. لقال اللي ما جاش من فراغ، المحكمه لقات ان اتصالات المغرب راه بصح قامت بممارسات مخالفه للقوانين اللي كتهم حريه المنافسه، بحيث استغلت الوضعيه ديالها المهيمنه في السوق باش تحتكر بعض الخدمات اللي عندها تاثير كبير على المنافسين بحال وانا مثلا. وهنا فين غادي يوقع واحد المشكل كبير. كما كتعرفوا اتصالات المغرب هي واحد الشركه اللي مملوكه لواحد المجموعه اماراتيه، المساهم الرئيسي في اتصالات المغرب بحصه 53%. الشركه عبرت على خيبه املها من الحكم القضائي وقالت بلي غادي تسلك جميع الطرق القانونيه المتاحه باش تحمل الاستثمارات ديالها في المغرب، ولكن في النهايه اتصالات المغرب قررت تنفذ الحكم وتادي الغرامه بعد ما تبين ان اللجوء لطعن اخر غادي يطول الامور ويضر اكثر بصوره الشركه والسمعه ديالها في السوق. واللي خلى الشركه الاماراتيه تغضب هو ان الغرامه غادي تاثر على اتصالات المغرب. الغرامه اللي تفرضت عليها ماشي سهله، الشركه العام الماضي ربحت 6.1 مليار درهم والغرامه اللي عليها اليوم هي 6.3 مليار درهم، الشيء اللي كيطرح بزاف ديال التساؤلات على كيفاش غادي تاثر هذه الغرامه الكبيره على الوضعيه الماليه للشركه. الشركه اعلنت بلي غادي تحتفظ بمبلغ الغرامه في الحسابات ديالها حتى يتم تنفيذ الحكم بشكل نهائي، والشيء يقدر يكون عنده تاثير على الربحيه ديالها والارباح اللي كتوزع على المساهمين، يعني الناس اللي عندهم اسهم ديالها في البورصه. اضافه الى ذلك الغرامه جايه فوق خسائر سابقه تجاوزات 12 مليار درهم بسبب نفس المشاكل المتعلقه بشروط المنافسه. الشيء كيخلق واحد الضغط كبير على اتصالات المغرب حاليا اللي كتواجه تحديات كبيره في التكيف مع التغييرات اللي كيعرفها السوق، خصوصا مع اقتراب نهايه ولايه الرئيس الاداري عبد السلام حيزو اللي من المتوقع تسالي في مارس القادم. الشركه الان ما عارفه راسها من رجليها، والقرار ديال اتصالات المغرب باش انها تادي الغرامه لصالح شركه وانا كيبين ان الشركه باغا تفادى المزيد من النزاعات القضائيه والاضرار بالسمعه ديالها، لان كل ما طول هادشي كل ما تضررت العلامه التجاريه ديالها، خصوصا وان مجموعه كبيره في السوق المغربي. شكون اللي ما كيعرفش اتصالات المغرب؟ كتواجد كذلك في الخارج، كاينه في موريتانيا والسنغال والكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي. الوضع ديال اتصالات المغرب اليوم كيطرح عده تساؤلات حول المستقبل التسير في الشركه، واش غادي تكون تغييرات على مستوى القياده، واش الشركه غادي تسترجع التوازن المالي ديالها من بعد هذه الغرامه القاسيه اللي تعرضت لها. هناك اخبار في الجرائد والصحف كتقول ان الشركه الاماراتيه كتفكر دير اقاله للمدير ديال اتصالات المغرب بسبب هذه الخسائر اللي تعرضت لها الشركه دخلت في سنه 2023 6.1 مليار درهم وخسرت في هذه الغرامه 6.3 مليار درهم، يعني خارجه بالضص. وكاين واحد السؤال كيطرح بزاف هو واش هذا الحكم القضائي غادي يفتح المجال امام المزيد من المنافسه في السوق ديال الاتصالات في المغرب، لان المنافسه كل ما كثرت في السوق بين الشركات المواطن كيستافد من العروض والتخفيضات، حيت كاينه المنافسه ماشي بحال اللي كاينه شركه وحده شاده السوق كدير اللي بغات. شركه وانا دابا غادي تستافد من التعويض المالي والشيء يقدر يقويها ويخليها تقدم خدمات جديده وتوسع القاعده ديال الزبناء ديالها. وفي المقابل اتصالات المغرب غادي تكون مضطره دير اعاده النظر
السياسات ديالها باش تبقى قادره تنافس وتواكب التطورات اللي كيعرفها القطاع. من المعروف على ان السوق ديال الاتصالات في المغرب كيعرف منافسه قويه بين ثلاثه ديال الشركات: اتصالات المغرب وانوي واوروج. اتصالات المغرب كتعتبر الفاعل الرئيسي في السوق حيث كتوفر مجموعه من الخدمات وتتمتع بقاعده زبناء واسعه، ولكن في الاعوام الاخيره انوي داروا مجهودات كبيره باش ينافسوها خصوصا في مجال الاتصالات والانترنت. هذا النزاع القضائي اللي في صالح وانا كيبين ان المنافسه كترجع شويه بشويه متكافئه وكيعطي فرصه للمنافسين باش يزيدوا يخدموا على التوسع وتحسين الخدمات ديالو. وكما كنعرفوا شركه انوي من الفاعلين الجدد نسبيا في السوق المغربي، ما قديماش بحال اتصالات المغرب ولكن دار واحد التقدم كبير في السوق في ظل الابتكار في مجال الخدمات والاتصالات. النزاع اللي وقع بينه وبين اتصالات المغرب كان واحد من النزاعات اللي كتسعى من خلال وانا تحافظ على حقوقها التجاريه وتضمن المنافسه النزيهه في السوق. الحكم القضائي الاخير اللي صدر للصالح ديالها غادي يعاونها توسع اكثر في السوق المغربيه، كيبين ان الممارسات المنافيه لقوانين المنافسه ممكن تكون عندها تبعات قانونيه خطيره. وفي الاخير بغيتك تخلي لي واحد التعليق تعبر فيه على شنو بان لك في هذا الشيء، واش فعلا هذا الحكم القضائي منصف وغادي يعاون الزبون المغربي يستافد من العروض والتخفيضات اللي ممكن تقدمها الشركات من بعد ما غتكون واحد المنافسه بيناتهم.